غلطة منتشرة جدًا لازم تعرفها وتبعد عنها لو عاوز تكون مشهور سواء كصانع محتوى أو كبراند. الغلطة دي بيقع فيها كل الناس في بداية صناعتهم للمحتوى، وهي العشوائية وعدم الاستمرارية. لازم تكون عارف إن أهم سر وأهم سبب في شهرة أي صانع محتوى أو براند هي الاستمرارية والالتزام في الوقت والجودة. لازم يكون عندك استمرارية ولازم يكون عندك التزام. كل الناس عاوزة تتشهر، كل الناس عايزة يبقى عندها ملايين الfollowers، لكن ما حدش بيقدر يكمّل ويعدّي الفترة الأولى، اللي بتبقى المشاهدات فيها ضعيفة، ما فيش جمهور يتفرّج عليك، تقريبًا بتنزّل فيديوهات لنَفْسك، فهي دي أكتر وقت صعب أي صانع محتوى بيعدّي بيه. تعالَ نبُص بقى على صُنّاع المحتوى اللي قعدوا فترات علشان يكبروا، ما نجحوش في يوم وليلة. صحيح في ناس نجحت في يوم وليلة، نزّلوا فيديو viral معاهم، جات معاهم بالحظ، لكن تعالَ نتكلّم عن الناس اللي تعبت فعلًا. أنت عندك عمرو نصوحي في مجال الكورة، بدأ إزاي؟ قعد سنين لحد أمّا وصل للي هو فيه. عندك الدحّيح خيره مثال، بدأ إزاي؟ قعد سنين تعب فيهم لحد ما وصل للي هو فيه. الاستمرارية والالتزام في الوقت والجودة هم المفتاح الحقيقي لشهرتك سواء كصانع محتوى أو كبراند. طب إزاي أصلا تنفذ ده؟ الاتساق في نشر المحتوى هو واحدة من أهم الحاجات اللي بتبني الثقة بينك وبين جمهورك، وبتخلي الجمهور ده يرجع لك بشكل مستمر لأنه خلاص بقى عارف إنك بتقدم محتوى قيم وذو جودة عالية وبشكل منتظم، وده اللي بيخلق ارتباط كبير بينهم وبين العلامة التجارية بتاعتك أو بينهم وبينك كشخص.